السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل من كتاب أول ما أتدبر القرآن. النهاردة يعني هنخلينا في سورة الكهف، نبدأ منها شوية. الصفحة 99 هو بيبدأ معنا الكتاب عن سورة الكهف. طبعا بيعرفنا في البداية أن السورة سورة مكية وعدد آياتها 110، وبيعرفنا على الأسماء السورة المباركة اللي هي اسمها سورة الكهف وأهل الكهف وأصحاب الكهف. كلنا طبعا عارفين ان محتوى سورة الكهف هو بيدور حوالين الفتنة والفتن اللي بيتعرض لها الإنسان، وده اللي بينقلنا بعد كده في الكتاب على مناسبة التسمية. ليه أصلا اتسمت بأهل الكهف أو سورة الكهف؟ قالك لما ذكرت السورة المباركة أنواع الفتن التي قد يتعرض العبد إليها في حياته، وهي طبعا فتنة المال، السلطة والعلم والدين. دي فتن رئيسية الإنسان كده كده بتتعرض عليه. في إنسان لما المال بيزداد عليه بيفتن ويتغير حاله وتتغير مبادئه وتتغير أخلاقه. وفي إنسان لما بيعتلي سلطة أو بيكتسب منصب جديد أو ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه بمنصب، بيتغير في كل حاجة، بيفتن وبيتعالى على الناس وبيستخدم منصبه فيما حرمه الله. وفي بقى ناس تانية العلم بيغيره، دي بنشوفهم مثلا ممكن تلاقي دكتور جامعة أصلا العلم مغيره، يعني مش يعني دكتور جامعة وعنده علم وكل حاجة بس ألحد. فدي فتنة عظيمة كمان، ده خارج عن الدين. وفتنة الدين ودي أعظمهم، إن الإنسان يفتن في دينه. فسميت السورة هنا بقى عشان كده. فجي بعد كده في الكتاب قالك فسميت السورة بأصحاب الكهف لأنهم تعرضوا لأعظم فتنة وهي فتنة الدين، ودي اللي احنا كنا بنتكلم عليها. طيب ايه اللي جه في فضلها؟ يعني اكيد السورة دي ليها فضل، احنا بنقراها كل جمعة، تمام، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفضل. طيب قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. وذكر حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فدي حاجة حلوة يعني. الأحاديث دي صحيحة طبعا، وهي في صحيح مسلم. طيب موافقة أول السورة لآخرها. السورة لما بدأت بسورة الكهف، وهي بتبدأ بذكر القرآن اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وختمت بذكر القرآن برضه، تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال لك هنا في الكتاب بيقول لك ولما كانت السورة تحكي عن الفتن فناسب أن تبدأ وتختم بالقرآن لأنه هو العاصم من الفتن كلها. القرآن هو الأمان، هو كلام الله عز وجل، هو والله سبحانه وتعالى هو الركن الشديد الذي نحتمي إليه ونلجأ إليه في أوقات الفتن وفي في أوقات العصيبة، وفي كل ما وقت نجحت بتلجأ إلى الله، سقطت بتلجأ إلى الله، فشلت بتلجأ إلى الله، فرحت بتلجأ إلى الله، حزنت بتلجأ إلى الله، أي حاجة أنت بتلجأ إلى الله، تمنيت بتتمنى من الله، دعيت بتدعو الله. الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو كل شيء، فلا ملجأ ولا منجأ إلا إليه، والقرآن هو كلام الله. فأنت لما تتحامى من الفتن
هتلجأ للقرآن. هتشوف ربنا سبحانه وتعالى قايل لك ايه في الدستور ده عشان تحتمي في الله سبحانه وتعالى، تستقوى بالله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه في القرآن، يعني اعمل ايه؟ طيب يا رب اعمل ايه؟ اقرأ، اقرأ القرآن، وربنا سبحانه وتعالى هيقول لك اعمل ايه، وده كلام الله سبحانه وتعالى. قال لك بعد كده المحور الرئيسي للسورة وهي العصمة من الفتن. طيب، مواضيع السورة المباركة، السورة بتتكلم بقى عن ايه؟ قال لك الأول فتنة الدين. طبعا فتنة الدين هنا وهي الفتية، وهم أهل الكهف طبعا، والذين هابوا بدينهم من الملك الظالم إلى الكهف. دي طبعا من الآية 9 للآية 24. طبعا قصة الفتية كلنا عارفينهم، الملك الظالم الكافر اللي كان عايزهم إن هم يفتنهم في دينهم ويجعلهم يخرجوا من عبادة الله عز وجل، فهم هربوا بدينهم إلى الكهف عشان يحتموا بالله سبحانه وتعالى ويتعبدوا إلى الله سبحانه وتعالى، هربا من أن يفتنوا في هذه القرية اللي هم كانوا عايشين فيها. وبعد كده قال لك العصمة من فتنة الدين، الصحبة الصالحة، تذكر الآخرة، تلاوة القرآن وتدبره. دي طبعا الآية 27 و28 و29. وتالت واحدة فتنة المال، ودي كانت قصة جميلة جدا، وهي طبعا قصة صاحب الجنتين. آه اللي كان مغرور وحاسس ان هو خلاص انا عندي جنان واشجار وانهار، كل ده مش هروح يعني. وكان بيخش ما بيقولش ما شاء الله ولا قوة الا بالله، يعني الحاجات دي كلها اصلا المفروض من الله والى الله، وكله في بيد الله، بس هو اتغير، المال غيره، ده اللي احنا كنا لسه قايلينه من شوية. العصمة من فتنة المال، فهم حقيقة الدنيا والانشغال بالآخرة. دي طبعا الآية 45 و46. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. طيب، فتنة العلم، دي طبعا يعني من أفضل، يعني وطبعا قصص القرآن كلها جميلة يعني، بس القصة بقى اللي هي عن فتنة العلم دي جميلة جدا جدا، وهي قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام. طبعا قصة جميلة، قصة جميلة دي بقى، يعني فيها تدبر بشكل مش طبيعي، وفيها دروس مستفادة مش طبيعية. لو قعدنا نتكلم عليها من هنا للصبح يعني مش هنحاول ننجزها يعني. اللي هي قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام يعني. وهي دي فتنة العلم، ان الانسان ممكن يفتن بنفسه، يقول لك انا وصلت لكل حاجة خلاص، انا مش ناقص لي حاجة، انا زي الفل، وصلت لكل العلم. بس لا، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. أنت كل العلم اللي جالك ده نقطة في بحر، ومهما هتحاول توصل مش هتعرف توصل برضه. تمام. رقم 6 قال لك العصمة من فتنة العلم، التواضع وعدم الغرور بالعلم. فتنة السلطة، طبعا قصة ذو القرنين رحمة الله عليه. العصمة من فتنة السلطة، الإخلاص لله في العمل. طيب، جه بعد كده قال لك فوائد ولطائف حول السورة المباركة. قال لك المحرك الأساسي والرئيسي لكل فتنة وشر على الأرض هو إبليس، بسبب عداوته القديمة لبني آدم، دي اللي ذكرت في الآية 50. قال لك الدعوة إلى الله تعالى ذكرت في السورة المباركة بجميع مستوياتها. فتية يدعون ملك القرى، صاحب يدعو صاحبه، معلم يدعو تلميذه، ملك يدعو رعيته. وده يعني حاجة بتبث فينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خير أمة، الأمة اللي دايما بتنصح، دايما تدعو إلى الله، دايما، وطبعا النصيحة تكون بالعقل يعني، دايما تقول اعمل كذا، اعمل كذا، بلاش تعمل كذا، عشان كذا دي كذا كذا، وممكن تعمل كذا، انت ليه بتشرب كذا، انت ليه. الأمر بالمعروف، الدعوة إلى الله عز وجل.
قال لك رقم 3: لم يذكر الله تعالى في السورة أسماء الفتية، لكنه خلد عملهم، وذلك لأن قيمة الإنسان في عمله وليس في اسمه أو شكله أو نسبه. دي حاجة جميلة جدا، دي حاجة حلوة جدا. احنا أغلبنا بياخد الناس بالمظاهر، واسمه ايه ومن عيلة ايه وشكله ايه ونسبه ايه و لدرجة ان احنا حتى في الاشغال، يعني ممكن واحد يتقبل في الانترفيو مثلا في مقابلة عمل علشان اسمه، او عشان نسبه، او عشان شكله، او عشان لابس كويس. طبعا هو اللبس كويس يعني انت مطلوب منك برضه ان انت يعني يبقى شكلك مهندم والدنيا تبقى كويسة، بس في ناس بتترفض عشان شكلها. انت متخيل قمة التنمر وقمة ان انت بتبص للشكل؟ في ناس بتترفض عشان اسمه، يقول لك اسمه غريب قوي، نسبه. واحد بيتقبل في شغلانه عشان النسب بتاعه كله ناس بشوات واصحاب املاك فربنا سبحانه وتعالى ما بينظرش لكل ده، ما بينظرش ولا الشكل ولا النسب ولا العيله ولا لاي حاجه من الحاجات دي، ولكن ينظر الى العمل. تقوى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بعد كده في رقم 4 قال لك قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قال لك هنا في عتاب لطيف عجيب من الله تعالى لنا، هو إني عديت إبليس إذا لم يسجد لأبيكم آدم. قال لك فكانت معاداتي لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة إن عقدتم بينكم وبينهم عقدا مصالحة. ده طبعا هو الجزء دي هو واخدها من كتاب التفسير القيم لابن القيم، يعني رحمة الله عليه. يعني هنا في عتاب بسيط، ان ربنا سبحانه وتعالى عادى ابليس عشان ابليس عادانا، فازاي انت تروح تحط ايدك في ايد ابليس في الاخر وتعمل معاه اتفاقية؟ عتاب صعب، عتاب صعب قوي كمان، عتاب يخلينا نصحى ونصحي فينا حاجات كتير ممكن تكون ماتت. الله هو يعني ربنا حذرك وقال لك ده عدوك، وطردوا من رحمته، من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني إبليس اطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى عشان رفض ينصاع لأمر الله ويسجد لأبونا لأبونا سيدنا آدم. وإبليس تحدى الله سبحانه وتعالى إن هو هيكون عدو لينا، وفي الآخر تروح أنت تحط إيدك في إيديه؟ طب إزاي؟ رقم 5 بيقول آية قال تعالى: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا وما استطاعوا له نقبا، إلى النهاية يعني. قال لك قال القرطبي في الآية: دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها. اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها ممنوع، لا يجوز، والأدلة على ذلك كثيرة. عن عائشة رضي الله عنها إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تساوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وابن عباس: يحذر ما صنعوا. ده طبعا للأسف بقى موجود في الوقت الحالي، بقينا نشوف ناس بتصرف مقابرها وبتبني كمان مساجد عليها، وده زي ما احنا شايفينه لا يجوز. ده كانت سورة الكهف، تمام، من كتاب أول ما أتدبر القرآن، من الصفحة 99 للصفحة 102. تفسير كويس الصراحة ومبسط.
ده طبعا مش تفسير يعني لغوي، بس يعني تدبر سريع في سورة الكهف. آه إن شاء الله أبقى نقرأ تدبر سريع في سورة أخرى إن شاء الله من القرآن الكريم. السلام عليكم.